السلام عليكم. تعالوا نعمل صينية رقاق باللحمة. تعالى أقولك لو عندنا رقاق مكسر ممكن نكون بيه الصينية ازاي. حتى لو الرقاق عايز أعمل صينية مثلا كبيرة والرقاق بتاعي مش جايب الصينية، برضو هنرتبها مع بعض ازاي. في البداية كده تعالوا نصلي على خير الأنام حبيب الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما تنسيش تعملي لايك ويلا نبقى معانا مع بعض نبدأ الفيديو. شايفه الرقاق تحفه جدا، اللي هيطلع اللون معاكي روعه جدا. كمان لو عايزه تقلبيه على الوش التاني هتقلبيه هتبقى زي الفطيره بالظبط. ونعمل كمان صينيه بطاطس كده تحفه خطيره غير التورلي. طبعا انا هقول لك صينيه التورلي، انا طبعا عامله طاجن التورلي بكل تفاصيله على اليوتيوب تحفه جدا، وعلى الفيسبوك باسم احلى تكه مع ناديه بنفس الاسم برضو على الفيسبوك. حلوة قوي قوي وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا على المقادير ونشوف طريقة التحضير. بالنسبة لصينية البطاطس قطعي كده البطاطس كده شرايح زي ما انت حابة. ابتدي حضريها كده وقطعيها تمام. وبعد كده قطعي كمان البصل برضو دواير زي كده بالظبط هتقطعيها. وكمان لو عندك كوستين 3 كده برضو قطعيهم تمام. وكمان هجيب جزرتين برضو هقطعهم بنفس الشكل. وكمان معلقة كبيرة من الثوم المهروس نزليها. وابتدي كمان بقى هاتي بقى من الصلصة اللي انا عملتها معاكي اللي هي بتطلع الحاجة تحفة جدا. الصلصة اللي احنا عملناها زي صلصة الشركات حاجة كده قمر تحفة جدا بإذن الله تعجبك. وكمان لو عندك شرايح من الفلفل الاخضر برضو نزليها. انا هنا نسيت احط فلفل مع ان الفلفل بيبقى طعمه فعلا خاصه السبايسي بيديها طعم تحفه جدا. معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود. وكمان معلقه صغيره من القرفه نزليها. وكمان مرق الدجاج لو حابه نزليها، مش حابه خلاص. لو عندك شوربه حطيها. وبكده الصينيه تدخل الفرن ونص ساعه وخرجيها. يلا بينا نعمل بقى صينيه الرقاق باللحمه. واهم حاجه في صينيه الرقاق هي العصاج. الصينيه بتاعتك تبقى سخنه جدا جدا كده وبدون اي ماده دهنيه. انزلي باللحمه المفرومه تمام. ابتدي كده اول ما اللون بتاعها يتغير انزلي ببصلتين كبار كده مبشورين بشر خشن مش ناعم تمام. زي ما انت حابه كده ملح زي ما انت شايفه كده ملح وفلفل اسود انزلي بيهم. وكمان بهارات اللحمه كمان نزليها. وبعد كده ابتدي برضو اي بهار عايزه تحطيه حطيه براحتك زي ما انت حابه حطيه. وبعدين كده بمجرد هنا بقى ممكن تحطي مكعب زبده لو حابه او معلقه زيت. انا هنا ما حبيتش احط خالص فما حطيتش اي ماده دهنيه عشان الصينيه بتاعتي تبقى خفيفه جدا وخفيفه جدا على المعده تمام. نزلت كمان بمعلقتين من او قرنين فلفل اخضر قطعتهم مكعبات صغيره كده ونزلت بيه. وبمجرد ما دبلوا خلاص كده هسيبهم 5 6 دقايق وهيبقى العصاج بتاعي معايا جاهز. وبشر كمان طماطميتين. البشر الطماطم بيبقى حلو قوي قوي في العصاج. ما تقطعيش مكعبات بس ابشريها افضل وتشيلي القشره خالص من الطماطم وتنزليها في العصاج حلو جدا. يلا بقى بينا على التشريبه. عباره عن 3 كوبايات كده من الشوربه هاتيهم او 4 زي ما انت حابه كده هاتيهم. وعليهم كوبايه من اللبن تمام. ملح وفلفل اسود طبعا هي اصلا فيها كل البهارات بتاعتك الشوربه تمام. مش محتاجه حاجه غير كوبايه اللبن بس لو عايزه تضيفي هنا مكعب مرق ممكن تمام. انا بالنسبه لي ما ضفتش. يلا بقى بينا نكون الصينيه بتاعتنا تمام. هنا بقى شوفي فين انا الصينيه بتاعتي كبيره جدا والرقاق هنا مش جايبه الصينيه كلها. فانا هكسر كده في او في قصدي مكسر معايا هاخده والحم بيه الورقه كده بالشكل ده كده واكون ورقه كامله. اهم حاجه اول الورقه دي طالما كونتها يبقى لازم ادي هنا دهنه كويسه جدا من السمنه زي ما انت شايفه كده تمام. هنعمل واحده تاني زيها كده بالظبط تمام كده. برضو تبتدي تغطسيها في التشريبه كده وتشربيها من التشريبه اللي عملناها دي تمام. وبتبتدي برضو تعملي كمان ورقه تانية او 3 زي ما انت حابه. طبقه 2 3 قصدي طبقتين او 3 وفي ناس بتوصل ل4 كمان. انا بالنسبه لي كده اعتبرتهم 3 طبقات وبس. وبعدين بدات انزل بالعصاج بتاعي. وانت بتنزلي بالعصاج برضو تخلي بالك انك انت ما تخليش العصاج يحصل الاطراف تمام عشان بس بتنزلش في الصينيه وتتحروق معاكي تمام. هنا برضو بقى كده عليكي موضوع دهنة الزبدة او السمنة تمام اللي هتحطيها. وبعدين تبتدي تنزلي بالعصاج بتاعي بالشكل ده. وزي ما اتفقنا ما تجيش جنب الحروف عشان ما تتحرقش من الحروف. وابتدي بقى اعملي نفس الطبقات اللي عملتيها تحت اعمليها فوق. سواء عملتي 3 أو 4 اعمليهم بالشكل اللي انت شفتيه دوت. ابتدي بقى
يعني احنا نبتدي نعمل عمليه لحام كده، لحام لايه، للرقاق. انا شايفاكي لسه ما عملتيش لايك ها، ولا شير، ولا عملتي كومنت لطيف كده. انا عايزه اسمع كومنتاتكم يا جماعه وتعليقاتكم عن الفيديوهات اللي انا بنزلها، ايه الاخبار وبتعجبكم ولا لا. لو لقيتي اي ورقه كده محروقه، يعني مثلا جايلك محروقه كده زياده، فشيليها عشان ما تغيرلكيش طعم الرقاق بتاعي. تمام. التكات دي يا جماعه مهمه جدا، بتنجح الرقاق جدا، وبتخليه معاكي صينيه رقاق من الاخر. هتطلع لك طريه جدا، وهتطلع لك كمان كريسبي، يعني هي ميكس كده ما بين ان هي طريه وكريسبي، حاجه كده قمر. هاتي بقى كوبايه من التشريبه اللي عملتيها، وعليها كده معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وابتدي قلبيها، وابتدي انزلي عليها كده ايه، ومعلقه سمنه كمان. يعني هنا كوبايه التشريبه، وعليها كوبايه معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام، ومعلقه كبيره من السمنه. وبعدين بدات ايه، اشرب الصينيه كلها بالشكل ده، تمام كده. واضغطي عليها كده، وابتدي ايه، دخليها الفرن. بعد 10 دقايق طلعتها ونزلت عليها بالجبنه. ودي خطوه اختياريه زي ما انت حابه، لان انت اصلا ممكن تقلبي الصينيه دي وتعمليها فطيره. تمام. شايفين صينيه البطاطس او البطاطس طالعه تحفه ازاي، طعمها كمان يا جماعه خطير جدا جدا. تمام. اعمليها بقى جنب رز بشعريه كمان وشويه ملوخيه خضراء، عملتي وجبه خطيره بدون ولا لحمه ولا فراخ تاني. خلاص انا عملت لحمه مفرومه بس، صينيه الرقاق بتاعتي وبس، فما عملتش ولا لحمه ولا فراخ في الوجبه دي. فخديها كده، حطيها كفكره كده من افكارك، تنفذيها في اي وقت انت عايزاه. تمام. وابتدي بقى قطعيها بعد ما تطلع. وعلى فكره كان ممكن كمان تقطعيها قبل ما تخش الفرن، بس انا قطعتها بعد ما طلعت من الفرن. كمان هتشوفيها كمان من ورا قد ايه هي كريسبي كمان وجميله جدا جدا. لو حابه تقلبيها على الوش التاني هتقلبيها. شايفه كده، حاولي بقى تسلكيها كده، وتبتدي ايه، تبتدي تطلعيها. ولو عايزه تقلبيها على الوش التاني هتلاقيها تحفه جدا جدا جدا، وهتعجبك باذن الله. لايك وشير اوعي تنسيه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.